في كذبة كده شكلها شكل قلب، وريحتها ريحة وردة، وصوتها صوت أغاني، وطعمها حلو زي حتة السكر، بس آخرها مر زي قهوة سادة بن غامق اتثابت لما بردت. ملمسها ناعم زي ملاية مكوية على سرير جديد، بس لما تنام عليها تكتشف إن تحتها دبابيس بتطير النوم من عينك وتصحيك بوجع في كل نهار جديد. الكذبة دي مش إن الحب مش موجود، هو الحب موجود، بس في نسخة اتبعت لنا باسم الحب خلت الوجع بيبان عمق، والقلق بيبان شغف، والغيرة بتبان دليل، والاحتياج بيبان وفاء. خلتنا نصدق إن اللي يوجعنا أكتر يحبنا أكتر، وإن اللي يطير النوم من عينينا يبقى حب عمرنا، وإن العلاقة لو ما فيهاش نار يبقى ما فيهاش حب. مش هنتكلم عن الحب اللي بيبدأ بأغنية وينتهي بصورة. النهاردة هنبص عن أكذوبة الحب من زاوية تانية. الحب اتقدم لنا طول عمرنا كأنه لحظة عينين قابلوا بعض، رسالة في نص الليل، وردة، أغنية، اعتراف، قلب بيدق بسرعة. ومن كتر ما اتعلمنا نشوف الحب في اللحظة نسينا نسأل السؤال الأهم: طب وبعدين؟ بعد أول رسالة، بعد أول خروجة، بعد ما القلب يهدى، بعد ما الشخص اللي كان حلم يبقى إنسان عادي، يصحى تعبان، يتعصب، ينسى، بيأثر وبيحتاج يتفهم. احنا اتعلمنا نحب بداية الحكاية، بس محدش علمنا نقرأ باقي الفصول. وده أصل الكذبة، مش إن الحب مش موجود، لكن إننا اتعلمنا نقيسه من المكان الغلط. بقينا نفتش عليه في الصوت العالي، في اللهفة، في الخفقان، في الغيرة، في القلق، في الدوشة. فلو الدوشة هديت نفتكر الحب مات، ولو اللهفة قلت نفتكر العلاقة خلصت، ولو الشخص بقى مألوف نفتكر إنه ما بقاش مهم. كأن الحب قيمته في إنه يفضل جديد طول الوقت، مع إن أي حاجة حقيقية في الدنيا لازم تتعاش، وأي حاجة تتعاش لازم بتتغير، وأي علاقة بتدخل الحياة اليومية لازم تخلع لبس الحفلة وتلبس هدوم البيت. تخيل كده واحد اشترى بيت، وأول يوم دخل البيت كان كله منور، الصالون مترتب، الريحة حلوة، الأرض بتلمع، وكل حاجة تصلح للتصوير. بعد شهر لقى مواعين في الحوض، هدوم محتاجة تتطبق، ولمبة اتحرقت، وكرسي بيتزق كل يوم. فوقف وقال: البيت باظ. مع ان البيت ولا باظ ولا حاجة، البيت بقى بيت، البيت خرج من الصورة ودخل في الحياة. ونفس الكلام في الحب برضو. الحب لما يخرج من المشهد، من الصورة، ويدخل الحياة شكله بيتغير. مش بيبقى دايما وردة، ممكن يبقى كيس عيش، والله ممكن يبقى كيس عيش. مش بيبقى دايما أغنية، ممكن يبقى صمت محترم بدل خناقة. مش بيبقى دايما كلام كبير، ممكن يبقى شخص راجع تعبان ومختار ما يطلعش تعبه عليك. في بيوت كتير اتظلمت مش عشان ما فيهاش حب، اتظلمت علشان أصحابها كانوا مستنيين الحب يفضل واقف في الصالون متشيك ببدلة وفستان فرح، ومعرفوش إنه لما دخل المطبخ إنه بيشيل معاهم. واحدة هتقول هو ما بقاش بيحبني زي الأول عشان ما بقاش زي الأول، وواحد بيقول هي ما بقتش رومانسية زي زمان، يبقى حبها مات. ويمكن الحقيقة إن الحب ما ماتش، هو بس غير لغته. في الأول كان بيقول وحشتيني، بعد سنين بقى بيقول أكلتي. في الأول كان بيجيب ورد، بعد سنين بيدفع فاتورة، بيستر غلطة، بيسند في أزمة، ويسكت عن كل كلمة كانت ممكن تكسر. ومن زاوية تانية ممكن يكون الحب لسه عايش في بيتك، بس انت واقف عليه بشهادة وفاة علشان ما بقاش بيغني زي الأول. مش كل حب هادي يبقى مات، ساعات الهدوء هو صوت الأمان. ولو الجملة دي لمست حاجة جواك أو فكرتك ببيت كان مستعجل تحكم عليه، خليك معايا للآخر، لأن الحلقة دي مش معمولة علشان تقولك كمل أو امشي. افهم، الحلقة دي معمولة عشان تخليك تشوف صح قبل ما تاخد قرار غلط. ولو دي أول مرة تشوف سلسلة من زاوية تانية، فالفكرة هنا إننا ما ناخدش المعنى الجاهز زي ما هو،
احنا بنقلبه شمال ويمين ونشوف إيه اللي مستخبي وراه. عشان كده لازم نرجع لأول سؤال، هو إيه الحب ده؟ وهنا لازم نقولها بهدوء ومن غير رومانسية زيادة. الحب مش مجرد شعور، المشاعر جزء من التجربة، جميلة، مهمة، لكنها مش الحب كله. المشاعر ضيوف تخبط على الباب، تدخل تقعد شوية وتشرب قهوة وتمشي. النهاردة شغف، بكرة زهق، بعده اشتياق، بعده إرهاق، بعده رغبة في الكلام، بعده رغبة في السكوت. لو الحب مجرد شعور يبقى كل علاقة في الدنيا هتموت كل يوم وترجع كل يوم حسب المزاج والنوم والضغط والشغل والمصاريف. لكن الحب مش ضيف بيزور القلب، الحب ساكن بيبان في السلوك. المشكلة إننا خلطنا بين أول شرارة وبين النار اللي تدفي. الشرارة اللي بتلفت نظرك لكن مش هي اللي بتعيش عليها، الشرارة اللي ممكن تخطف عينك لكن لو فضلت شرارة طول الوقت هتحرق لك البيت. الحب الحقيقي مش نار عالية طول الوقت، الحب نار هادية تعرف تستوي عليها الحياة. الرومانسية جميلة لكنها مش الأساس. الرومانسية بالظبط زي ريحة الأكل اللي طالعة من المطبخ، افهم، ريحة حلوة تفتح النفس وتخليك تقول شكل في حاجة حلوة قوي في المطبخ، بس لو فتحت الحلة ولقيتها فاضية الريحة مش هتشبعك. الكلام الحلو ريحة، والوردة ريحة، والرسالة الطويلة ريحة، اللمعة في العين ريحة، لكن الحب هو الطبخة نفسها. وعشان كده اللي يعيش على الرومانسية بس بيجوع، واللي يفتكر ان العلاقة لازم تفضل مشتعلة طول الوقت غالبا هيحرقها بإيده. الطبيعي ان الدوشة تهدى، الطبيعي ان القلب ما يفضلش يجري طول العمر. قلبك لو فضل يجري كده يبقى محتاج له دكتور مش لقصة حب. الطبيعي ان الشغف يتحول من صوت عالي لفعل ثابت، يتحول من جملة أنا مش عارف أعيش من غيرك لجملة أنا عايز أعيش معاك بطريقة ولا تكسرني ولا تكسرك، تتحول من جملة أنت كل حاجة لجملة أنت غالي عليا بس أنا كمان لازم أفضل موجود. دي مش برودة، ده نضج. إحنا ما بنقولش إن المشاعر ملهاش قيمة، إحنا بنقول إن المشاعر لوحدها ما بتكفيش. المشاعر بتقولك أنا حاسس، الحب بيسألك طب عملت له إيه؟ المشاعر ممكن تخليك تبعت رسالة في نص الليل، لكن الحب هو اللي يخليك تحترم نوم اللي قدامك. المشاعر ممكن تخليك تغير، الحب يخليك ما تخنقوش. المشاعر ممكن تخليك تشتاق له، لكن الحب يخليك ما تستخدمش الاشتياق كسجن له. ومن زاوية تانية المشاعر بتزور القلب، لكن الحب بيسكن في السلوك. اللي بيحبك مش اللي يحس لحظة ويختفي، اللي بيحبك هو اللي يتحول إحساسه لفعل، يتحس ويتشاف. ولما نفهم ان الحب مش مجرد شعور هنكتشف ان في حاجات كتير اتسرقت باسم الحب وهي مش حب. انك ما تعرفش تنام من التفكير في حد مش شرط حب، ممكن يكون قلق. انك تغير عليه لدرجة تخنقه مش شرط حب، ممكن يكون تملك. انك تحس انك هتتهد لو سابك مش شرط حب، ممكن يكون تعلق. انك تفضل مستني رسالة، بتفسر صمت، بتفتح شات كل شوية مش شرط حب، ممكن يكون جوع عاطفي. مش كل حاجة بتوجع تبقى عميقة، ومش كل نار تبقى دفى، ومش كل حد طير النوم من عينك يبقى حب عمرك. افهم، ساعات اللي تحت الملاية مش حب، ساعات اللي تحت الملاية بيبقى دبابيس. التعلق هو أول نسخة مزيفة من الحب. التعلق يشبه الحب جدا من بعيد، بس لما تقرب تلاقيه عايز ياخد مش عايز يدي. التعلق بيقول ما تسيبنيش احسن ممكن اتهد من غيرك، الحب بيقول خليك بخير حتى لو انا محتاج انضج. التعلق بيبقى عايز يمتلك، الحب عايز يطمن. التعلق عايز يمسكك من رقبتك ويقولك انا خايف عليك، الحب يمسكك من ايدك ويقولك انا جنبك. التعلق بيخاف عليك عشان هو ينهار لو انت غبت، الحب بيخاف عليك عشان انت غالي. وفي فرق كبير بين حد عايزك لانك امان له وحد عايز يسجنك لانه مش امن من جواه. وفي نسخة كمان مزيفة اسمها الاحتياج. واحد مش بيحب الشخص، بيحب انه يتحسس انه مهم. واحدة مش بتحب الشخص، بتحب انها تبقى متشافة. حد يجري ورا اللي يتمنع مش عشان اللي قدامه عظيم، لكن عشان المطاردة بتدي لجرحه معنى. القلب لما بيتوجع اي فتافيت اهتمام بتبان وليمة، واللي عاش كتير من غير ما يتحب ممكن اول حد يبصله يفتكره قدره. لكن مش كل اهتمام حب، ومش كل قرب شفا، ومش كل شخص جه في وقت وحدتك يبقى هو الشخص الصح. ساعات اللي انت مسميه قصة حب يطلع وجع قديم لقى حد يلبسه اسم جديد. احنا بنتمسك بالنسخة المزيفة دي عشان مثيرة، فيها مطاردة،
خوف، شد، جذب، انتظار، دراما. لكن النسخة الحقيقية أهدى. وناس كتير اتعودت تفسر الهدوء على إنه ملل، وتفسر القلق على إنه حب، مع إن القلق ما بيثبتش الحب. القلق بيثبت إن في حاجة جواك مش مطمنة. ومن زاوية تانية التعلق عايز يمتلكك، والاحتياج عايز يستخدمك، لكن الحب عايز يشوفك. واللي بيحب بجد ما بيحولكش لعلاج لجرحه ولا لسدادة للفراغ اللي جواه. ولو انت تعرف حد بيسمي التعلق حب، او عايش في علاقة كلها قلق ومستني حد يقوله ان الوجع مش دليل حب، ابعت له الحلقة دي، مش عشان تقول له يعمل ايه، لكن عشان يمكن يسمع جملة واحدة بس توقفه قبل ما يكمل في طريق يكسره. بعد ما نفصل الحب عن المشاعر ونفصل الحب عن التعلق، بنقدر دلوقتي نفهم ليه علاقات كتير بتقع عند نفس النقطة، نقطة انتهاء الانبهار. الناس فاكرة الحب يا يفضل أول نار يا يبقى مات، مع إن الحب في أوله غالبا ما بيبقاش ناضج. افهم، في الأول في انجذاب، الباب اتفتح، بعده انبهار، أوكي، كل حاجة منورة. بعده قرب شوية، تبدأ تعرف التفاصيل. بعده اصطدام بالواقع، وهنا تشوف إن الشخص اللي قدامك ما هوش صورة، ده إنسان له طباع، له ضعف، خوف، تاريخ، أيام مش لطيفة. وهنا يبدأ الامتحان. بعد الاصطدام يا إما تهرب وتدور على أول يوم تاني من جديد، يا إما تبدأ تحب. وأول الحب بيقولك شوف قد إيه الشخص ده جميل. بعد شوية الحب الحقيقي يسألك هل تقدر تشوفه كامل؟ مش كامل بمعنى مثالي، كامل بمعنى حقيقي. تشوف جماله، تشوف عيوبه، حضوره وتعبه، حنيته وخوفه، قدرته وقصوره. لأنك في الأول بتحب الصورة اللي عقلك رسمها، بعدين الحياة بتجبرك تقابل الإنسان نفسه بذاته الحقيقية. وهنا ناس كتير بتفتكر إن الحب انتهى، مع إن اللي انتهى غالبا هو خيالك. والفرق كبير بين إن الحب يموت وبين إن الوهم يتكسر. أحيانا كسر الوهم هو أول فرصة للحب الحقيقي إنه يبدأ. أول الحب شبه أول يوم في بيت جديد، كل حاجة ملمعة، الأرض بتبرق. أول يوم بتتصور في الصالون وتفرح بالمفتاح وتحس إنك دخلت حياة جديدة. بس بعد فترة البيت بيتعاش، افهم، بيتعاش. الأرض بتتوسخ، الكوبايات ممكن تتكسر، الحيطان بتتخدش، الدولاب بيتملي، والغسيل بيتكون، والمطبخ يبقى هو قلب البيت مش الصالون. هل كده البيت ده فشل؟ لا، كده البيت بقى بيت حقيقي. نفس الكلام في العلاقة، لما اللهفة تقل ده مش حكم وفاة، ده معناه ان مرحلة خلصت ومرحلة تانية بدأت، مرحلة اقل لمعان بس ممكن تبقى اعمق. اللي بيهرب كل ما اللمعة تقل هيفضل عمره كله ساكن في اول يوم من الحب. كل شوية يفتح بيت جديد، ينبهر يومين، وبعدها اول ما تظهر المواعين والضغوط والطباع يقول ده مش الحب اللي كنت بدور عليه، وياخد بعضه ويجري. لا، ده بالظبط الجزء اللي بعد الانبهار، ده الجزء اللي بيبان فيه هل انت عايز حب ولا عايز بداية. لان البداية سهلة، اي حد يقدر يبدأ، انا وانت وهي وكلنا نقدر. انما اللي يعرف يكمل بعد ما البيت يتعاش ده اللي فاهم ان الحب مش في اول يوم، الحب في ان المفتاح لسه بيفتح بعد سنين. ومن زاوية تانية البداية بتكشف الانجذاب، لكن الايام هي اللي بتكشف الحب. ما تحكمش على البيت من اول يوم سكن، ولا تحكم على الحب من اول موجة شغف. وهنا طبيعي نسأل، طيب لو الحب فعل، الفعل ده شكله ايه؟ هل هو كلام، هدايا، وقت، خدمة، اهتمام؟ ايوه، كل دي ممكن تبقى لغات للحب، بس لازم نفهم ان لغة الحب مش هي الحب نفسه. اللغة طريقة توصيل للحب، مش دليل لوحدها. ممكن حد يقول كلام حلو جدا وهو بيأذيك، ممكن حد يجيب هدايا وهو بيهينك، ممكن حد يقعد معاك وقت طويل وهو مش سامعك، ممكن حد يخدمك وبعدها يمن عليك. التعبير من غير احترام يبقى دعاية، واللغة من غير نضج تبقى ديكور، والديكور مهما كان شيك ما ينفعش يشيل سقف واقع. وفي المقابل ممكن حد لغته ما تبقاش كلام، ممكن حد بيعرف يقول جمل رومانسية، مش بيعرف يكتب بوستات، مش بيعرف يعمل مفاجآت، بس بيشيل، بيسأل، بيراعي، بيحضر، ما بيعكش وقت الشدة، ما بيفتحكش وقت الغلط،
ما بيستخدمكش وقت ضعفك، وما بيستخدمش وقت ضعفك ضدك. وهنا السؤال الصح مش هو بيعبر ولا لا، السؤال الصح هو مش بيعبر بالكلام بس لكن بيعبر بالفعل، ولا هو مش بيعبر خالص. لأن في فرق بين شخص قليل الكلام وشخص قليل الحب، وفي فرق بين بيت هادي وبيت بارد. الهدوء في أمان، لكن البرود في غياب. التشخيص هنا مهم جدا، خلي بالك، لأن في ناس بتسيب علاقة حقيقية علشان مش شبه الفيلم اللي في دماغها، وفي ناس بتفضل في علاقة مؤذية عشان فيها شوية لحظات حلوة. الاتنين غلط على فكرة، مش كل هدوء يبقى موت، ومش كل لحظة حلوة تبقى حياة. الحب ما بيتقاس بلقطة واحدة، الحب بيتقاس بالنمط، وفي وقت المرض، ووقت الخلاف، ووقت الفلوس القليلة، وقت الضغط، وقت الغلط، وقت الضعف. الحب ما بيبانش في الحفلة قدام الكاميرات، الحب بيبان في اليوم اللي بعد الحفلة، تاني يوم لما الكرسي يتشال والناس تروح والبيت يحتاج يتلم. ساعتها بيبان مين كان بيحب المنظر ومين بيحب البيت من جوه. ومن هنا نقدر نفهم ان المشكلة مش في ان الطرف التاني ما بيحبنيش بالطريقة اللي انا متخيلها، بس المشكلة الحقيقية هل هو بيحبني بطريقة صحية؟ هل في احترام؟ هل في حضور؟ هل في ستر؟ رحمة؟ هل في محاولة؟ ولا في إهمال متغطي بكلمتين حلوين؟ ولا في أذى متغطي بهدية؟ ولا في غياب متغطي بصورة لطيفة على السوشيال ميديا؟ ومن زاوية تانية، لغة الحب من غير نضج ممكن تتحول للغة ابتزاز. مش كل اللي بيعرف يقولك بحبك بيعرف يحب، ومش كل اللي ساكت قلبه فاضي. بعد كل ده نقدر نقول إن الدليل على الحب مش إن قلبك دق. قلبك ممكن يدق من الخوف، من القلق، من الانبهار، من الرغبة، من الخطر، من إن حد يتجاهلك. والدليل إن الحب موجود مش إنك ما نمتش، ما أنت ممكن ما تنامش عشان في مشكلة أو عشان في شخص سايبك معلق. والدليل مش إنك بتغير، الغيرة ممكن تبقى خوف، وممكن تبقى سيطرة، وممكن تبقى إيجو موجوع. الدليل مش في اللي بيحصل جواك بس، الدليل في اللي بتعمله لما اللي جواك يتلخبط. الدليل على الحب إنك تقدر تأذي وما تأذيش، تقدر تفضح وما تفضحش، تقدر تمشي وقت الضعف وما تمشيش، تقدر تعاقب بالصمت وما تعملش كده، تقدر تستخدم سر قديم في خناقة وما تستخدموش، تقدر تكسر اللي قدامك بكلمة عارف إنها هتوجعه وتبلع الكلمة علشان العلاقة أغلى من لحظة انتصار. الحب مش وردة في الإيد، الحب فرامل في اللسان وقت الغضب، لكن لازم نقولها بوضوح. الرحمة مش معناها إلغاء الحدود، ولا التسامح معناه السماح بالإيذاء. والحب الحقيقي مش معناه إنه يذلك، ما يلغيكش وما يخليكش طول الوقت تثبت إنك تستحق معاملة آدمية. وهنا نوسع العدسة أكتر، لأن لو الحب فعل يبقى الحب مش محصور في العلاقة العاطفية. علاقة الله بالإنسان علاقة حب، مش علاقة مشاعر بالمعنى اللي احنا فاهمينه كبني آدمين. ربنا مش بيحبك لأنه في حالة مزاجية حلوة ناحيتك النهاردة، حاشا لله، ولا بيبطل يحبك لما تغلط، برضو حاشا لله. ولا حبه ليك بيتقاس بأنه يرفع عنك كل تعب فورا. ساعات حبه ليك بيسيبك تغلط عشان تتعلم، مش عشان سابك. ساعات ما يرفعش عنك التعب فورا مش عشان مفيش حب، لكن عشان الحب مش دايما معناه ان الطريق يبقى مفروش. الحب الإلهي مش تدليل مستمر، الحب الإلهي تربية ورحمة وستر وفرص جديدة. ونفس الفكرة في حبك انت كمان للناس. لما تطعم فقير مش شرط يكون بينك وبينه مشاعر، مش لازم تكون عارف اسمه ولا عارف قصته ولا حصل بينك وبينه ذكرى من قبل كده، ومع ذلك ده حب. لما تفرح حد غريب، لما تشتري دواء لحد محتاج، لما تطبطب على شخص مش هتشوفه تاني، لما تستر حد بدل ما تفضحه، لما تدي من وقتك أو مالك أو طاقتك لحد مفيش بينك وبينه سابق معرفة، ده حب. مشاعر ايه اللي بينك وبين الفقير اللي أكلته؟ مفيش، بس في فعل، في رحمة، في اختيار انك تخلي انسان تاني يحس ان الدنيا لسه فيها خير. ومن زاوية تانية، المشاعر احاسيس ممكن تتغير، لكن الحب افعال بنفرح بيها اللي بنحبهم، واحيانا بنفرح بيها ناس مفيش بيننا وما بينهم حاجة ولا حتى سابق معرفة. بعد ما نوسع معنى الحب لازم نرجع لنقطة حساسة، حب الذات. لان اللي مش فاهم الحب كفعل غالبا مش هيعرف يحب نفسه صح. حب الذات مش رفاهية
وحب الذات مش إنك تتكبر على خلق الله، ولا إنك تدلع نفسك وتقول أنا أهم حد على كوكب الأرض، ولا إنك تهرب من كل مسؤولية بحجة راحتي النفسية. حب الذات أبسط وأصعب من كده. حب الذات إنك ما تسميش الإهانة حب، ما تسميش الاستنزاف وفاء، ما تخليش احتياجك يحكم عليك بعلاقة بتتكسر عظمك، ما تفضلش نايم على الملاية اللي تحتها دبابيس لمجرد إن شكلها نظيف. حب الذات إنك تبقى رحيم بس مش ممسوح، كريم بس مش مستباح، بتحب بس مش بتلغي نفسك علشان حد يرضى. اللي ما بيحبش نفسه غالبا هيقبل أي حاجة شبه الحب. هيقبل اللي يرميله شوية اهتمام ويغيب، هيقبل اللي يوجعه ويرجع يقوله معلش، هيقبل اللي يستغله عشان هو خايف يفضل لوحده. عشان كده حب الذات مش ضد الحب. حب الذات هو اللي يخليك تعرف تميز الحب من التشابهات اللي حواليه، زي ما عينك لما بتتعود على النور تعرف الفرق بين الشمس ولمبة محروقة. اللي جوه ضلمة ممكن يفتكر أي لمعة شمس، واللي جعان ممكن يفتكر الفتافيت وليمة، واللي بردان جدا ممكن يحضن نار ويقول عليها دفا. لكن حب الذات كمان مش معناه إنك تهد كل بيت بمجرد إنك اتضايقت، ودي نقطة مهمة علشان الحلقة ما تتفهمش غلط. حب الذات مش إنك تمشي لما العلاقة تهينك. حب الذات كمان إنك تنضج كفاية علشان ما تخربش علاقة حقيقية لمجرد إنها بقت أهدى من خيالك. يخليك تسأل بصدق، أنا زعلان عشان مفيش حب، ولا عشان الحب بقى بيت وأنا لسه بدور على حفلة؟ افهم، أنا متضايق عشان الطرف التاني أهملني، ولا عشان هو بيحبني بلغته وأنا اللي مصمم يسمعني بلغتي أنا بس؟ في فرق بين علاقة لازم تتساب وعلاقة لازم تتصلح. في فرق بين بيت سقفه بيقع عليك وبيت محتاج نور وتنظيف وترتيب. ومن زاوية تانية، اللي ما بيحبش نفسه هيقبل أي حاجة شبه الحب، واللي مش ناضج هيهدم الحب لما يكبر. حب الذات مش إنك تمشي من البيت، حب الذات إنك تعرف أنهي بيت يستاهل يتصلح وأنهي بيت لازم يتساب. خلينا ندي شوية أسئلة عملية، بس الأسئلة جاية من قلب الرحلة اللي مشيناها. بدل ما تسأل هل لسه في مشاعر، اسأل هل لسه في احترام. بدل ما تسأل هل لسه في لهفة، اسأل هل لسه في فعل. بدل ما تسأل هو بيقول كلام حلو، اسأل هو بيحافظ على كرامتي وقت الخلاف. وبدل ما تسأل هل هي زي الأول، اسأل هل هي لسه شريكة ولا اتحولت لخصم. بدل ما تسأل احنا ما بقيناش بنعمل مفاجآت ليه، اسأل احنا لسه بنسند بعض ولا كل واحد بقى سايب التاني يقع لحاله. وبدل ما تسأل انا حاسس بايه دلوقتي، اسأل كمان انا بعمل ايه لما احساسي يتغير. لان المشاعر بتكشف حالتك، لكن افعالك بتكشف نضجك. دي الاسئلة اللي تحمي البيوت، لان بيوت كتير ما بتتخربش على مرة واحدة. البيت ما بيقعش فجأة، البيت بيقع لما الناس تفضل تصلح في الستاير وتسيب الحيطة مايلة، تفضل تزعل على قلة الكلام الحلو وتسيب الإهمال الحقيقي، أو العكس، تفضل تبكي على نقص الرومانسية وهي مش شايفة إن في شريك بيشتغل وبيشيل وبيستر وبيحاول بطريقته. التشخيص الغلط بيقتل العلاقات. ممكن شخص يبقى محتاج يتعلم يعبر، بس مش محتاج يتساب. وممكن علاقة تبقى محتاجة ترميم مش جنازة. وممكن برضو علاقة تبقى مؤذية فعلا، وساعتها تسميتها حب تبقى ظلم لنفسك. الفكرة مش إننا نجبر الناس تكمل ولا إننا نشجع الناس تمشي، الفكرة إننا نسمي الأشياء بأسمائها. والترميم نفسه محتاج 2. لو البيت فيه شرخ لازم 2 يشوفوه. لو واحد بس بيطبطب على الحيط والتاني عمال يكسر، يبقى ده ما اسموش ترميم، ده اسمه استنزاف. الحب فعل متبادل، واحد بيبدأ والتاني بيرد، واحد بيتعلم والتاني بيلين، واحد بيعتذر والتاني بيسمع، واحد يتغير والتاني بيدي فرصة. لكن لو كل مرة نفس الشخص شايل السلم والدهان والمسامير والتاني واقف يقول له انت مقصر، يبقى ده مش بيت، ده ورشة عذاب. لو الحب فعل يبقى غياب الفعل معناه اننا لازم نقف. لو الحب رحمة يبقى غياب الرحمة خطر.
لو الحب احترام يبقى الإهانة مش تفصيلة. لو الحب أمان يبقى الخوف المستمر مش دليل عمق. قبل ما تقول الحب مات اسأل، هل فعلا الحب مات؟ هل الاحترام مات؟ هل الرحمة ماتت؟ هل الأمان مات؟ لأن الرومانسية ممكن تهدى والبيت يعيش، لكن لو الرحمة ماتت البيت بقى جدران ومن غير روح. ومن زاوية تانية، العلاقة اللي تخليك تخسر نفسك دي مش حب، دي صفقة خسرانة باسم القلب. تعال بقى للجزء الأخير في رحلتنا. ليه ناس كتير بتسيب حب حقيقي وبتدور على بداية جديدة؟ مش دايما علشان العلاقة الحالية ميتة، افهم، ساعات عشان الشخص نفسه مدمن أوائل العلاقات، مدمن أول رسالة، أول لمسة، أول خروجة، أول نظرة، أول كلمة أنت مختلف، أول إحساس إنه مرغوب. ولما الطبيعي يحصل، ولما الشخص يبقى مألوف، ولما الحب يلبس هدوم البيت ويتستت ويقعد، تبدأ النفس تقول مفيش حاجة، ويبدأ الواحد يبص بره. مش دايما لأنه محتاج حب، ساعات لأنه محتاج جرعة للانبهار. والانبهار مادة سريعة المفعول بس عمرها قصير، وكل ما تجري وراها هتفضل تبدأ وتسيب وتبدأ وتسيب لحد ما تكتشف إنك ما كنتش بتدور على حب، انت كنت بتدور على أول يوم حب. البيوت ما بتتعمرش بأول يوم، البيوت بتتعمر باللي بيفضل بعد أول يوم، بالعشرة، بالستر، بالاحترام، بالتعلم، بالمراجعة، بالاعتذار، بالرحمة، وبالقدرة انك تبص للشخص اللي قدامك وتقول احنا اتغيرنا بس مش لازم نتهد. ممكن نعيد ترتيب البيت، ممكن نفتح الشباك، ممكن نغير اللمبة، ممكن نرمي الكرسي المكسور، ممكن نتعلم نسمع، ممكن نرجع نضحك. مش كل هدوء يبقى قبر، ساعات الهدوء غرفة محتاجة تتنور، وساعات الحب مش محتاج أغنية جديدة، هو محتاج حد ينظف التراب اللي تراكم على اللحن القديم. وأنا عايز أي حد في علاقة قبل ما يحكم عليها بالإعدام يبص كويس، هل في فعل؟ هل في ستر؟ هل في رحمة؟ هل في نية إصلاح؟ هل في بيت لسه ممكن يتعمر؟ وفي نفس الوقت لو الإجابة لأ، لو مفيش غير إهانة وخوف واستنزاف، يبقى محتاج تسمي ده باسمه، مش تزوقه باسم الحب. الحلقة كلها بترجعنا لنفس النقطة، الحب مش الصوت العالي، الحب مش أول يوم حب، الحب مش الدوشة، الحب مش الوجع، الحب هو الفعل اللي يفضل بعد ما الصوت يهدى. ومن زاوية تانية، ناس كتير بتدفن الحب وهو لسه عايش بس عشان ما بقاش بيغني، وناس تانية بتدفن نفسها في علاقة ميتة بس عشان خايفة تعيش من غير أغنية. النضج إنك تفرق بين الاتنين. حبيبي، أنا مش جاي أقولك بطل تؤمن بالحب، بالعكس أنا جاي أقولك خليك مؤمن بالحب كفاية إنك ما تقبلش النسخة المزيفة منه. افهم، ما تقبلش الحب اللي يذلك، ما تقبلش الحب اللي يخليك تكره نفسك، ما تقبلش الحب اللي يعيش على الدوشة ويموت في الهدوء. وفي نفس الوقت ما تقتلش الحب الحقيقي لمجرد إنه بقى هادي، ما تهدش بيت لمجرد إن الوردة دبلت. بص الأول، هل في حد لسه بيغير اللمبة؟ هل في حد لسه بيسند؟ هل في حد لسه بيستر؟ هل في حد لسه بيحاول؟ هل في حد لسه موجود؟ حتى لو المشاعر صوتها واطي، يمكن الحب مش اللي بيخطفك من نفسك، يمكن الحب هو اللي بيرجعك لنفسك. يمكن الحب مش اللي يرفعك فوق السحاب يومين وبعدها يوقعك فوق جذور رقبتك. يمكن الحب هو الأرض اللي بتسندك لما رجلك بتتعب. يمكن الحب مش الرسالة الطويلة اللي تيجي في نص الليل، ولا الاعتذار الكبير بعد جرح كبير، ولا الغيرة اللي تخنق، ولا الشوق اللي يوجع. يمكن الحب الحقيقي أبسط من كل ده وأعمق من كل ده. يمكن الحب الحقيقي هو إنك تبقى آمن ومش مبهور، متشاف ومش مستهلك، محترم ومش مملوك، موجود جوه بيت مش واقف قدام واجهة بتلمع من بعيد. ويمكن الحب كمان إنك تسعد شخص ما تعرفوش، تطعم فقير، تطبطب على غريب، تستر حد، تفرح إنسان من غير ما يكون بينك وبينه مشاعر ولا ذكرى ولا مصلحة ولا حتى سابق معرفة. ويمكن علاقتك بربنا نفسها تفكرك بالمعنى ده، إن الحب مش دايما رفع التعب فورا، ولا تدليل مستمر، ولا طريق مفروش. ساعات الحب فرصة جديدة وستر وتربية ودرس تتعلمه.
وباب يتقفل عشان ما تدخلش مكان يكسرك، وبتعب ما يتشالش فورا عشان يطلع منك إنسان ناضج. مش كل ألم معناه إن الحب غاب، ساعات الألم بيبقى جزء من رحلة الحب وهو بيبنيك. ولو الحلقة دي تعمل حاجة واحدة، أتمنى إنها تمنع بيت واحد من إنه يتهد بسوء فهم، وتخلي حد قاعد في بيت هادي يسأل هل الحب مات ولا أنا بس محتاج أعرف شكله وهو كبير، وتخلي حد تاني يبص للسما ويقول يمكن ربنا مش سايبني، يمكن هو بيعلمني، وتخلي شخص تالت يبص على فقير أو غريب أو موجوع ويفهم إن الحب مش لازم يبدأ بمشاعر، أحيانا الحب يبدأ بفعل رحمة. ولو وصلت لحد هنا اكتب لي في التعليقات ايه أكبر جملة وقفتك في الحلقة، مش عشان التفاعل وخلاص، لكن عشان ساعات جملة واحدة بتطلع منك تفتح عين شخص تاني كان محتاج يسمعها. يمكن تعليقك يبقى زاوية تانية لحد غيرك، ومن زاوية تانية أكذوبة الحب مش معناها إن الحب مش موجود. أكذوبة الحب إننا صدقنا النسخة اللي بتلمع ونسينا النسخة اللي تعيش، صدقنا الشعور ونسينا الفعل، صدقنا الوردة ونسينا اللي بيفضل يغير المية حتى بعد ما الوردة تدبل، صدقنا إن الحب لازم يبقى إحساس مشتعل طول الوقت، ونسينا إن أعظم صور الحب ساعات بتتعمل من غير أي شعور رومانسي. لقمة الفقير، ستر الغلطان، رحمة بضعيف، أو حتى إلهك وهو بيسيبك تتعلم لأنه بيحبك مش لأنه نسيك. فلو هتخرج من الفيديو ده بحاجة واحدة خليها الجملة دي: الحب مش الشعور اللي يبدأ العلاقة، الحب هو الفعل اللي يثبت إن العلاقة تستحق تكمل. الحب الحقيقي مش اللحظة اللي قلبك بيدق فيها بسرعة، الحب الحقيقي هو اللحظة اللي قلبك يعرف فيها يطمن. ولو الحلقة دي خلتك تبص للحب بشكل مختلف، يبقى لو سمحت شاركها مع حد يمكن يشوف الحب من زاوية تانية.